كلنا شفنا السقوط المدوي للمنتخب الوطني المغربي من كأس افريقيا 2024، وكلنا بقى فينا الحال وبغينا المنتخب الوطني المغربي على الاقل يوصل لنصف نهائي كأس افريقيا 2024، حيت حنا هو المنتخب اللي وصل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022 كاعظم نسخه في تاريخ كأس العالم، وهادشي بغينا يتوج بواحد كأس افريقيا. غادي نعطيك بعض العيوب كبيره بزاف في المنتخب الوطني المغربي، وغادي نعطيك بعض الحوايج اللي كبيره بزاف كيخدم عليها المنتخب الوطني المغربي باش يحسن من هذه المنظومه الهائله اللي عندنا في الوقت الحالي، حيت حنا حاليا كنعاصروا اقوى جيل في تاريخ المنتخب الوطني المغربي، وحرام هذا الجيل هذا كامل يضيع بدون اي تتويج من كأس افريقيا ونبقاو نعانيو مع هذه البطوله المستعصيه على المنتخب الوطني المغربي. المهم اليوم غادي تتفرجوا معايا في واحد الحلقه اللي واعره بزاف، ضرب معاك ديك لايك ديك ابوني ودوز نبداو لا فيديو ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بواحد العيب كبير ولا في الجمهور المغربي في الوقت الحالي، ولا متسرعين بواحد الشكل كبير على كأس افريقيا، ولا باغينا عاجلا وليس اجلا. هادشي اللي كيخلي المنتخب الوطني المغربي يطيح في واحد الدوابه. كيقولوا باللي خصو يتقال وليد الركراكي ويجي حسين عموته اللي عذر يوصل بمنتخب الاردن كاول مره في التاريخ ديالو نهائي كأس اسيا، وكلنا كنعرفوا القوه والصعوبه ديال كأس اسيا، حيت الاردن ما عندهاش الكتيبه اللي عند كوريا الجنوبيه ولا اللي عند السعوديه ولا اللي عند اليابان، وقدر يوصل حتى لنهائي كأس اسيا. لولا الظلم التحكيمي كان يقدر يدي كأس اسيا ويكون اعظم مدرب في تاريخ المنتخب الاردني. كلشي ولا كيتوقع باللي هذا المدرب هذا يقدر يدير التاريخ مع المنتخب الوطني المغربي، ولكن انا جيت نعاتبكم وما جيتش نكون معاكم هذا النهار هذا، حيتاش وليد الركراكي يقدر يوصلنا لنصف نهائي كأس العالم، ولا يقارن نصف نهائي كأس العالم مع بطولة كأس اسيا، حيتاش نصف نهائي كأس العالم الصعوبه ديالو كنعرفوه كاملين، ومدربين كبار وما كيقدروش يوصلوا لهاد البلاصه هذه. بعد ما حيدنا من المدرب غادي ندوزوا للعابه، ونيشان غادي نمشيو لمركز الجناح. عندنا واحد الجناح واعر وكاملين كمغاربه متفقين باللي سفيان الرحيمي عندهم يقدم المنتخب الوطني المغربي. لاعب مبتكر وحتى الا كان ماشي شي مراوغ كبير، ولكن حنا كنعرفوا النجاعه التهديفيه ديال لاعب سفيان الرحيمي تجاه المرمى، حيت سفيان الرحيمي واحد من افضل اللعابه في المنتخب الوطني المغربي اللي كيعرفوا يفينيو الهجمه باجمل طريقه ممكنه، حيت سفيان الرحيمي واحد من افضل الفينيشر في المنتخب الوطني المغربي حاليا، وكيبان لي احسن حتى من سفيان النصيري قدام المرمى، حيت كاملين شفنا الافتقار ديال سفيان النصيري رجليه كيعرف يلعب غير بالراس وما كيعرفش يماركي الاهداف برجلين، وهادشي اللي غادي يخلينا نيشان عاوتاني نمشيو لمركز راس الحربه. اللاعب ديالنا حمد الله كنتمنى باش انه يجي للمنتخب الوطني المغربي، حتى لو كان ما قدمش اداء هائل مع المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم، كنظن بانه قادر انه يقدم لنا الاضافه، حتى شفنا الفقر الهجومي خصوصا في مركز راس حربه المنتخب الوطني المغربي. وغادي نقول لك واحد السلبيه كبيره غادي نشرحها لينا سفيان النصيري في المنتخب الوطني المغربي، وعلاش انا شخصيا ما بقيتش باغيه في المنتخب الوطني المغربي. سفيان النصيري بعد ما غادي يجيو بزاف ديال الانتقادات من الجمهور ديال المنتخب الوطني المغربي، والناس من حقهم حيتاش ما قدر يقدم معنا والو في هذا الكان، غادي يمشي وغادي يمسح كاع التصاور ديالو كطريقه على الاحتجاج ديالو على الجمهور اللي كينتقدوا، حيت سفيان النصيري ما بقاش حامل هادشي ديال الانتقادات. غادي نقول لكم بلي اللاعب اللي ما كيبغيش يتنتقد في اي فرقه ولا في اي منتخب ما صالحش لهذا المنتخب، لولا العتاب ديال الجمهور على الانديه ديالهم على اللعابه ديالو لما شفناش بزاف ديال البطولات تحقق، خصوصا نادي ليفربول اللي قدر يحقق بطوله دوري ابطال اوروبا قدام برشلونه غير بالانتقادات ديال الجمهور ديالو، كان فريق بغى يبين الجمهور ديالو باللي هو قادر، مشى وجاب الفرقه ديالو دوري ابطال اوروبا سنه 2019. يعني لاعب اللي ما غاديش يبغي يتنتقد في المنتخب ولا في الفرقه ما صالحش المنتخب ولا الفرقه. امين عدلي حتى هو غادي يشوف الطريقه اللي دارها سفيان النصيري وغادي يمشي حتى هو وغادي يزول التصاور ديالو. وانا دابا بغيت نوجه واحد الرساله نيشان سفيان النصيري والامين عدلي، نتوما ما قدمتوا والو في كاس افريقيا، وانا كمغربي ما حملتش الاداء اللي قدمتوه. اي لاعب كينتقد الجمهور ديال الفرقه ديالو ولا ديال المنتخب ديالو ما صالحش انه يمثل هذاك النادي ولا هذيك الفرقه، حيت الجمهور هو اللي كيدير النادي هو اللي كيدير الفرقه. هذا رساله لسفيان النصيري، اللاعب اللي ما كيتقبلش الانتقادات ديال الجمهور راه ما صالحش لذاك الفرقه ولا لذاك المنتخب من الاخر. دابا غادي نجيكم للموضوع اللي غادي يفرح كاع المغاربه، وكلشي غادي يتمنى هذا اللاعب اللي غادي ندوي عليه دابا يشوفوه بالقميص ديال المنتخب الوطني المغربي، هو اللاعب اللي كاملين كنتوقعوا بان غادي يرجع الامجاد ديال المنتخب الوطني المغربي. عرفتوني على من كندوي؟ ابراهيم دياز. الجامعه المغربيه ولات كتقدم خدمه صحيحه ديال بصح تجيب لنا هذا اللاعب. الجامعه المغربيه تقارص من داكشي اللي كدير مع اسبانيا وديما كتسرع عليها شي موهبه عالميه تقدر تبني الامجاد ديال المنتخب الوطني المغربي. وحاليا المنتخب الوطني المغربي مقرر باش انه يجيب لنا هذا اللاعب الكبير، اللاعب ديال ريال مدريد ابراهيم دياز، اللاعب اللي كلنا كنتمناو نشوفوه بالقميص ديال المنتخب الوطني المغربي. غادي نعطيك شي ادوار يقدر يديرهم ابراهيم دياز ما كيقدر يديرهم حتى شي لاعب في المنتخب الوطني المغربي بل في تاريخ المنتخب الوطني المغربي.
لعاب متكامل براهيم دياز، مراوغ جيد، لعاب ما كيقلبش على اللعب السلبي تماما، بل ديما كيحاول انه يجيب الاضافه وكيحاول ديما يزيد القدام. اللعب اللور ما كيحملوش، لاعب كيراوغ كيسدد من بعيد كيماركي من قريب، لاعب صد عليك الحلول يبدا يراوغ لك واحد وجوج وثلاثه بحال داكشي ديال ليونيل ميسي. لاعب الا كنتي ما كتفرج فيه فراك انت كتضيع من نصف حياتك وما كتفرجش الموهبه عالميه جايه باش تحكم عالم كره القدم خصوصا مع المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. كلنا كنتمناو نشوفوا هاد اللعابه دابا القميص ديال المنتخب الوطني المغربي. الخدمه غادي نخليوها على الجامعه الملكيه للمنتخب الوطني المغربي. كنتمناو كاملين تبداو تطالبوا بهاد اللعابه دا في المنتخب الوطني المغربي، حيت الا مشات اسبانيا سرقت لينا هاد الموهبه العالميه. غادي نكونوا ضعنا من موهبه اسطوريه سميتها لامين يامال اللاعب ديال البارسا، وموهبه عالميه سميتها براهيم دياز ديال ريال مدريد. غادي تكون اسبانيا دارت لينا شي حاجه اللي عمرها دارتها لشي منتخب في تاريخ كره القدم. هادشي اللي خص الجامعه المغربيه ما تسكتش عليه، تقاتل وتقاتل وتقاتل باش تجيب لنا لعاب بهذا الحجم بهذه القيمه السوقيه بهذه الموهبه العالميه. انا براهيم دياز ما اكتشفتوش مع نادي ريال مدريد، لا انا العام اللي فات كنت مبلي بالدوري الايطالي وكنت كنتفرج كاع الماتش في الدوري الايطالي حيت كانت عاجبني التنافسيه ديال نابولي واي سي ميلان وانتر ميلان ولاتزيو يوفنتوس ونادي روما. كان عجبني داك الجو ديال الدوري الايطالي، وتما غادي طيح عيني على هذه الموهبه المغربيه براهيم دياز. موهبه اللي كتمنى باش انك تشوف فيها كل ماتش باش تفكرك في الاسطوره ديال كره القدم ليونيل اندريس ميسي. موهبه اللي غادي تخلي المنتخب الوطني المغربي يزيد 7 درجات القدام ماشي درجه. موهبه اللي غادي تخلي المنتخب الوطني المغربي يدي كاس افريقيا في المستقبل. كاملين شفنا الافتقار ديال المنتخب الوطني المغربي للاجنحه، ملي تبليسه لينا زياش، ملي تبليسه لينا اللاعب المهاري ديالنا سفيان بوفال. احتاجنا لشي لاعب رائع بزاف يعاوننا بحال سفيان الرحيمي ولا بحال اللاعب ديالنا اللي كندويو عليه براهيم دياز. هادشي اللي غادي يخلينا كاملين نكونوا كنتمناو باش نشوفوا اللاعب الاسطوري مستقبلا في المنتخب الوطني المغربي براهيم دياز. لاعب واعر ان شاء الله الا جا المنتخب الوطني المغربي غادي نديو كاس افريقيا في المستقبل. ولكن المشكله الكبيره اللي غادي يعاني منها المنتخب الوطني المغربي مع براهيم دياز هو ان اسبانيا واحد المنتخب قوي بزاف باش كيبغي يقنع شي لاعب كبار وما عندهم حتى شي علاقه بالمنتخب ديال اسبانيا، مشاو مثلوا منتخب اسبانيا بحال دييغو كوستا واللاعب المهاري الرائع تياغو الكانتارا البرازيلي. اسبانيا معروفه بسرقه المواهب ولا بسرقه اللعابه، يعني اسبانيا تقدر تسرق علينا هاد اللعاب في اي وقت. من نهار هرب ليها ميسي للارجنتين هي شافت باللي ضيعت موهبه اللي غادي تبني معاها المجد وبدات كتسرق هي موهبه. حتى اشرف حكيمي كانت باغا دير المنتخب الوطني المغربي، ودابا كتشوفوا الاضافه الكبيره ديال اشرف حكيمي في المنتخب الوطني المغربي. تخيل معايا لو كان دات لينا اشرف حكيمي، وهادشي اللي غادي يطرا معنا بالضبط الا دات لينا براهيم دياز. كنتمنى نشوف المنتخب ديالي المغربي كيتوج داخل المملكه المغربيه قدام عيني من ارضيه الملعب. كنتمنى وكاع هادشي يطرا في سنه 2025. هذا هو لا فيديو ديال اليوم. عاونوني اخوتي بديك لايك بديك ابوني ليش شوني مابقيتش كنشر يوميا وما بقيتش كنضرب تمار على الفيديوهات. راه الريتش عندي طاح بزاف، عندي واحد المشكل كبير كنعاني منه، هادشي اللي خلاني نبتعد شويه على يوتيوب ما بقاش نشر فيديوهات كل نهار. عاونوني بديك لايك بديك ابوني باش ما نطيحش مره طيحه وحده وما نقدرش نوض.